السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، ولكن هذا الفيديو ماشي الوصفه ديالت الاخت العزيزه على قلبي، خديجه من قناه كوكب خديجة بفرنسا. صراحة قناتها زوينة، كلها فيها النشاط، فيها المتعة، فيها الفرجة. واحد الأخت اللي كتخليك أنك تتبعيها دائما في الوصفات ديالها، وكيبطع لنا غير وقتاش تنزل الفيديوهات ديالها، لأنه فعلا غاية يعني في الفرجة، ما كنسخوش بيك الصراحة. داك النهار درتي معنا عرض ديال هاد الفطائر هادو، ومن تما صراحة عجبوني، وانا تيعجبني بحال هاد الاشكال من المخبوزات اولا من الفطائر. تا انا كنعتمدهم هكا في الوجبات الخفيفه او لا هكا للعشاء، وقلت علاش لا ما نجربهمش ونرد عليكم الخبار. صراحه جربتهم كما يجب، وطبقت الوصفه كيف ما قالتها الاخت خديجه، وتحصلت على هاد النتيجه ولا اروع. كنت بغيت ندير هكا واحد الشوربه، وقلت والو غادي نصايبهم نرافقهم هكا بالشوربه، هكا كوجبه عشاء هكا خفيفه. وكيف ما قالت الاخت خديجه ممكن انكم تعتمدوها حتى في شهر رمضان المبارك، او حتى في الايام يعني العاديه. يعني هاد الفطائر متداوله يعني في جميع يعني الايام. كيف ما قلت لكم فطائر جو روعه، جو بنان. نشوفوا التفاصيل. فاول حاجه خدات واحد الاناء، دارت هنايا واحد الكاس ديال الماء اللي كيكون دافي، تبعاتو كاس ديال الحليب اللي حتى هو تيكون دافي. وانا راه حاطه حدايا التليفون وتنتبعها، ولكن عرفتي تتزرب عليا، لبست معاك السبرديله. درت هنا الخميره الفوريه ملعقه، على حسب الخميره كتبقى على حسب الجو، ودرت واحد الملعقه ديال السكر سنيده. خلطت هذا الشيء كامل. غادي نضيف هنايا 2 معالق ديال الزيت النباتيه، وكيف ما قالت ممكن نعوضوها بزيت الزيتون. وهنايا ضفت الزعتر، هي راه نسات ودارتو يعني في حتى بدات كتضيف الدقيق وتفكراتو دوخات هذيك السخانه ديك العدوه، وعاد زيدي عليها الشقيقه. الله يشافيك اختي خديجه. المهم انا متبعه معاك الدرس كيف ما درتي انا كندير. صافي درت هنايا الدقيق وضفت عليه شويه ديال الملحه وصافي، وهنا بدينا كنضيفوا الدقيق تدريجيا حتى نبداو كنجمعوا الخليط ديال العجينه ديالتنا. هنا كيف ما غادي تشوفوا معايا هذيك اللقطه اللي انا بديت كنضيف الدقيق وتنجمع العجينه، بقيت حاله فمي في التليفون، والتليفون الاخر اللي تنصور به طفى ليا. دوختيني يا خديجه. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالتي غطيتها بالسلوفان، وحتى انت درت لك بوز على ما تخمر ليا العجينه. صافي هنا من بعد ما خمرت ليا العجينه كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه غادي نديكازيها، وغادي نخرج منها هذاك الهواء اللي فيها. شوفوا العجينه كتجي متماسكه وكتجي طريه زوينه صراحه. غادي نبدا نعتمدها هكا في الفطائر ديالي. صافي هنا غادي ننزلها على سطح العمل، وكيف ما قلت لكم غادي نخرج منها داك الهواء، وغادي كيف ما تنقولوا نقطعوها الى قطع. هي خرجت منها 6 ديال الخبيزات كيف ما درت حتى انا، واخا صراحه ما تنعرفش ندير شي حاجه كبيره، ولكن مع خديجه حتى انا غادي ندير لكم الروايد سكور. ايوا المهم غادي نبقى حتى انا هكا كيف ما شفتوا معايا. غادي نبدا نشكل هاد الخبيزات هادو بهاد الطريقه هادي. هنايا راه غطيتهم هكا شي شويه لان كان شويه الحال بارد باش هكا العجينه ديالي ما تقروش ليا. غادي نجيب اول كريه، وراه حاطه كيف ما قلت لكم التليفون وتنحاول نزرب هكا باش ما تفوتنيش، ونشوف الطريقه كيف ما دارت. هنايا الحشوه كيف ما قالت ما صورتهاش معكم، الحشوه كتبقى اختياريه. حتى انا درت شويه ديال الدجاج هكا مشحر مع شويه ديال الفلفله وشويه ديال البصيله وتبلتهم، ووجدت هكا شويه انا تاع الفروماج اللي كان عندي غادي نقضي به. المهم الحشوه كيف ما قالت يعني اختياريه. صافي هنا من بعد ما سرحت الكريه الاولانيه كيف ما درت الحشوه، درت عليها حتى انا الفرماج وصافي، وتنحاول نزير على هذيك الحشوه باش ما تخرج لياش بهذه الطريقه هذه. وجبت هنايا هذيك كيف ما درت هي دارت خدات الجراره، انا غادي ناخذ هذه ديال البيتزا. المهم هو انكم ديروا هاد الفليحات هادو باش تحصلوا على هذاك الشكل هكا اللي كيجي زوين بعد ما غادي تكملوا التشكيل ديال الفطيره ديالتكم. وصافي وانا غاديه وانا كنشوفها شنو دارت بهذه الطريقه، وغادي نلفها بهذا الشكل هكا كتجي
على شكل هكا بحال الدمليج كيف ما قالت خديجه. وانت يا اختي خديجه شوفي الدمليج ديالي واش بحال الدمليج ديالك. صافي انا غادي نخلي هنا عناصر المجموعه واخي اتوميكس هما اللي غادي يقولوا لينا واش هاد الشيء جا بحال داك الشيء ديالك. بحال دبالجك. صافي انا هنا ستفتهم هكا في الطاوه وغادي نغطي عليهم ونخليهم يخمروا ليا، يعني نعطيهم حقهم في الاختمار باش هكا ما نتحشمش مع اختي خديجه. ايوا هنا من يخمروا ليا كيف ما كتشوفوا معايا، خديت هنايا واحد البيضه درت عليها شويه تاع الحليب وبديت هكا تندير الوجه ديال هاد الفطائر هادو، وغادي نزينهم هكا بشويه ديال الجنجلان. وفهاد الوقيته هادي راه شعلت الفران ديالي، فرن كهربائي، درتو على اعلى درجه وغادي ندخل ليه الطاوه ديالي طيب على 200 غير واحد شويه كنحس بهم بدات كتشد فيهم الحراره، وغادي نقص لهم درجه يعني ديال الحراره حتى 180 ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. وتتكون عندي هذه هي النتيجه. هادو هما الفطائر ديالي من بعد ما طيبتهم. ها انت اختي خديجه شوفي وحكمي واش سلعتك بحال سلعتي. راه بحال انت شوفي اختي. والله الا جاو زوينين، جاو مفشفشين وجاو رطبين وديك الحشوه فيهم جات هكا لذيذه. غير جربوهم والله الا يستحقوا انهم يتجربوا، بساط ومكوناتهم جد بسيطه. ونتمنى ان شاء الله كيف ما دابا جاي شهر رمضان مبارك كترافقوا هكا مع الحريره اولا مع الشوربه، شي حاجه اللي طوب ديال الطوب ولا اروع. صراحه جربتهم عجبوني بزاف بنان، نتمنى ان شاء الله تجربوهم. وكيف ما شفتوا معايا انا هنا رافقتهم بهاد الشوربه ديال الخضار، صراحه ما شاركتهاش معكم ولكن حتى هي شوربه جات زوينه وجات لذيذه. وكملت ليهم البنه بهذوك الفطائر ديال اختي خديجه. شكرا لك اختي خديجه على الوصفه، مشكوره جدا ليك وتحياتي ليك ومبروك عواشرك من هذا المنبر هذا. وهانتوما غادي نقطع معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش جاو خفاف وجاو طريين وجاو رائعين كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. هانتوما راه جاو مفشفشين وهشاش وريحه البنه يعني كتفوح منهم. نتمنى ان شاء الله جربوهم وردوا عليا الخبر لانهم فعلا يستحقون التجربه. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نوجه واحد تحيه شكر لاخي اتوميكس الداعم الرئيسي والاساسي لمجموعه الصدق والتعاون. مشكوره جدا لك اخي على كل حاجه كديرها معنا، من الدعم ديالك المتواصل والمجاني. دائما كتكون حاضر معنا سواء كنتي في حاله صحيه مزيانه او لا كنتي مريض، دائما كتكون حاضر ناظر معنا، كتفرح الاخوات بتثبيت الالف باكتمال الساعات فواحد الظرف اللي هو واجب. وكذلك مشكورة لأخي قلب الإسلام على سوبر شات ديالو اللي دائما كيفرح بها الأخوات من بعد ما كيكملوا الشرط الأول والثاني باش هكا تفعل لهم قنواتهم هكا في ظرف وجيز ويكملوا الشروط يعني في مدة اللي هي قصيرة. مشكورة لكم بزاف 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 وكلمة الشكر صراحة قليلة في حقكم. وتحياتي ايضا للمشرفات اللي كيبذلوا معنا مجهود كبير، جزاكم الله كل خير، وحتى اعضاء المجموعه مشكوره لكم كاملين صراحه، مجموعه ولا اروع. نتمنى ان شاء الله تنضموا معنا وغادي تشوفوا كل حاجه زوينه. واكيد قبل ما نختم معكم الفيديو ضروري ما غادي نكتب واحد التعليق باش نشكر فيه اختي خديجه. شكرا لك على هذه الوصفه الرائعه البسيطه ذات المكونات الاقتصاديه اللي في متناول الجميع. نتمنى ان شاء الله تدخلوا عندها لان فعلا قناتها جد مميزه، لا في وصفاتها ولا حتى في الجولات اللي تدير معنا. صراحه دائما كنخرجوا ناشطين وضاحكين معاها في الفيديوهات ديالها. الله يعطيك صحيحتك اختي خديجه ومبروك عواشرك ومبروك عواشركم كاملين. ونتلقى بكم ان شاء الله فيديو جديد في اقتراح جديد لشهر رمضان المبارك. خليتكم على خير، مع السلامه.